غريب فيها بقى. هزمت الإرهاب من قبل، لقادرة بتصميم وإرادة شعبها العظيم على دحره والقضاء عليه. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينا، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. تسلم ايدينا يلي في حب مصر بتضحي بسنينك، يلي انت وفيت وعد كان بينها وبينك، يلي انت كنت شايلها دايما جوا عينك. تسلم ايدينا يلي انت شايل هم بلدك فوق كتافك، كل اللي عرفك واللي قبلك واللي شافك بيدعي باسم مصر ليك الله يعينك. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة لآخرها، من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. وقت ما تزعل مصر بتطيب خاطرها، دايما قصاد الدنيا بترد اعتبارها، يلي مشيت وياها في السكة لآخرها، من وسط كل ولادها عارفة انك كبرها. مساء الخير والبركة، الخير والبركة على عيونكم جميعا. احنا كنا سألنا، عملنا سؤال في الحلقة الماضية، وكنه هذا السؤال بمناسبة الشهداء من أهلنا ومن أصدقائنا ومن بلدنا. من هو سيد الشهداء؟ واتبعت لنا يعني أعداد كبيرة وصحيحة، ولكن احنا بنلجأ، العدد مش قليل، أعداد كبير، بناخد زي اللوترية بالاختيار كده بين المجموعة الصحيحة. وفي ناس بعتت لنا على الفيسبوك واللي نجح أول واحد بعت على الصفحة اخترناه، اسمه إيهاب أحمد. إيهاب ما وصلش. طيب ما في يعني في مشكلة ولكن هقول لكم النتيجة. احنا قلنا فرزنا الواصلين النابهين الناجحين، وطلع سيد الشهداء هو سيدنا حمزة عم الرسول عليه الصلاة والسلام. احنا بنحط نطرح عليكم سؤال للمرة القادمة، هنقوله أكتر من مرة. احنا بنقول اذكر قصة، اسم قصة للأديب الكبير يوسف السباعي، وأذكر بالنسبة لهذه القصة اللي هتختارها أن تكون تحولت إلى فيلم سينمائي. وده بمناسبة الشهداء الكثيرين، لأن يوسف السباعي نفسه أحد أبطال ثورة 23 يوليو، وأيضا
وأيضا كاتبا كبيرا وشهيدا في قبرص في لارناكا سنة 69 على ما أعتقد. احنا في ذكراه اليوم، رحمة الله عليه. كان كاتب عظيم جدا وله قصص كتير تحولت إلى أفلام. انتوا عارفين طبعا النكبة والوضاعة والحقارة والتدني الإنساني الذي حدث في اليومين اللي فاتوا. انتوا عارفين ايه اللي حصل. اللي حصل ان داعش الذين يتصورون انهم انصاف آلهة، يتصورون انهم مسؤولون عن القضية الإيمانية على الكرة الأرضية، يموتوا من يريدوا ويصحوا من يريدوا ويذبحوا من يريدوا. يعني مسألة ليس لها يعني معنى ولا مغزى ولا هدف، ما قالتش بيها الأديان ولا اللي دخلوا في حرب مع بعض موتوا بعض بهذه الصورة. المهم ان داعش خدوا 21 شاب وقتلوهم من يومين أو 3. وأنا بفكر قلت دول يعني ربنا يبارك فيهم، ربنا سيحشرهم بين الصديقين والأنبياء. الفرخة أو البيضة بتفقس بعد 21 يوم عشان تخرج إلى حياة جديدة، وهم 21 نفر وكأنهم تداعيات فكرية. يعني دماغي بتودي وبتجيب وبسأل ليه، وليه هذا الظلم البين، وليه يقولوا ان المسيحيين يعني لو موجودين هيتسببوا في خلق فرقة في العالم الإسلامي. طبعا العالم الإسلامي ملوش علاقة بهذا الموضوع، ولا من قريب ولا من بعيد. عالم إسلامي ايه القضية فين؟ مفيش قضية. هو يطلع في دماغهم انهم يجيبوا حد يذبحوه، بيحتملوا ده ازاي؟ محدش عارف. بيدربوهم ويعلموهم ازاي؟ محدش عارف. يعني شيء بشع وصعب وغير بشري وغير إنساني. المهم يعني هذه الجريمة الشنعاء لا يوفق. الغريب بقى في الموضوع ان مباشرة مصر طلبت ان يكون الحل حل عسكري ميداني. فبعض الدول العربية رفضت. مفيش حل عسكري. بعض الدول العربية رفضت، بعض الدول الأجنبية، وأمريكا طبعا قالت لا. على أي أساس؟ ده لو حصل عندكم ترقصوا وتجيبوا دم. يعني الذي حدث ان الرئيس السيسي كما تعودنا، انا نفسي نسمعه. احنا واخدين جزء من التسجيل اللي اعلن الرئيس السيسي وجهة نظره فيه. اتفضلوا اسمعوا. أيها الشعب الأبي الكريم، أيها الشعب المصري الصامت، أتقدم إليكم جميعا بخالص العزاء وتوجه نيابة عن كل المصريين إلى أسر وعائلات أبناؤنا شهداء الإرهاب الغادر. خالص العزاء في مصابهم، فمصابهم هو مصاب مصر كلها. إننا في هذه اللحظات العصيبة نشعر جميعا كمواطنين مصريين بالحزن والألم والغضب. فهذا الإرهاب الخسيس
الذي طال أبناء مصر، إنما هو حلقة جديدة في سلسلة الإرهاب المستشري في العالم كله، وهو ما يفرض علينا جميعا الاصطفاف من أجل استئصال جذوره وحماية العالم من انتشار سمومه. إن مصر ودول العالم أجمع تواجه معركة شرسة مع تنظيمات إرهابية تتبنى الفكر المتطرف وتتشارك في نفس الأهداف التي لا تخفى على أحد، وقد آن الأوان للتعامل معها جميعا بدون انتقائية أو ازدواجية في المعايير. إن هذه الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمتنا، وإن مصر التي هزمت الإرهاب من قبل لقادرة بتصميم وإرادة شعبها العظيم على دحره والقضاء عليه. فمصر لا تدافع عن نفسها فقط، ولكن تدافع عن الإنسانية بأكملها من هذا الخطر المحدق بها. إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد وبالأسلوب والتوقيت المناسب للقصاص من هؤلاء القتلة والمجرمين المتجردين من أبسط قيم الإنسانية. ولقد دعوت مجلس الدفاع الوطني للانعقاد فوراً وبشكل دائم لمتابعة تطورات الموقف والتباحث حول القرارات والإجراءات المقرر اتخاذها، كما وجهت الحكومة بالوقوف. اللي حصل ان الرئيس بيقول انه هيختار الوقت المناسب وبالشكل والتوقيت المناسب بالشكل الذي يراه. اللي حصل انه بعد 4 ساعات الرئيس العظيم الرجل الذي يحمي كرامة مصر وكرامة المصريين انفعل وفعل بعد سويعات، وطلعت طلعات لي أصدقاء طيارين فايترز مقاتلين، سألتهم عشان أطمئن فردوا علي وهم في حالة رائعة جدا وسعيدة، وفي نظام للطيران بيطلع طلعات محددة بتوقيت معين وفي ساعات معينة. فقالوا لي إن زملائهم وعدد الطيارين اللي عايزين يطلعوا طلعات مش في وقتها، يعني هو يطلع طلعتين في اليوم، لا هو عاوزين يشتغلوا، إن مش مستكترين على أنفسهم، والحماس درجته عالية جدا. والعمليات العسكرية اللي عملوها وعمليات الضرب في المواقع السليمة، أولا مستوى التنفيذ عالي جدا، ثانيا الرغبة في المداومة والهجمات قوية جدا. وشافوا بعد 4 ساعات فقط شافوا كيف يتعامل المصريين مع أعداء مصر، وكيف يستشعر المصريون إحساسهم برجولتهم وإحساسهم بوطنهم، إحساسهم بقوة القرار. في تليفون معانا، مين؟ الو، السلام عليكم. الاستاذ عبد الفتاح، ازيك يا فتاة الغناء العربي؟ اهلا يا بيك. استاذ سمير، انا عايز اقول تحية للرئيس من فضلك. اتفضل. قالها الشعب، قالها بحب، قالها عشان كلنا نرتاح، ايد في الايد هنعدي الصعب، بكره نعيش احلى الافراح. قالها الشعب، قال واختار عبد الفتاح. قال الشعب وقال له امانه، عايزين فارس يحمي بلدنا، راجل حر وعنده امانه، ويكون حارس على اولادنا، ويحافظ على وحده شعبه، وبروحنا كلنا هنساعده، ومعاه قلبنا يرتاح. قالها الشعب، قالوا اختار عبد الفتاح. يا امل بكره يا حلم جميل، الشعب اتمنى يشوفه حقيقه، ماسك شمعه في عز الليل، كلمته حره قويه جريئه،
متفائل دايما بالخير، على بلده دايما بيغير، وعايزها على طول في نجاح. قالها الشعب، قالوا مختار عبد الفتاح القائد اللي ما مرش 4 ساعات الا واسعد الشعب المصري بالضربه الجويه الجميله يا استاذ سمير. بارك الله لنا في سياده الرئيس وجعله ذخرا لمصر دائما. وتحياتي لحضرتك وللدكتوره العزيزه العظيمه الدكتوره منال محروس، وشكرا على برنامجك الجميل. يا ولاد يا ولاد، تحيه للاستاذ عبد الفتاح. لقد احسنت احسنت احسنت، ونحن لك من الشاكرين. حاجة غريبة انه زي الشر والفساد ما بيعم، الخير والبركة والحب والعطاء بيعم. بما يفعله زعيمنا ورئيسنا الرئيس عبد الفتاح السيسي، زي ما بيعمله وبيديه للناس، رئيس الوزارة يستن نفس السنة. إذا كان رب الدار بالدف ضاربا فشيمة أهل البيت كلهم الرقص، زي الشعر القديم العربي. لما يكون الإمام طبال نبقى احنا كمان المصلين زمارين. هذا حدث سنوات وسنوات. اليوم القضية مختلفة شكلا وموضوعا. لما يجي الأستاذ المهندس العظيم إبراهيم بيك محلب رئيس الوزراء، حصل يا جماعة موقف يدمي القلب. طفلة صغيرة بيبي عندها مفيش يعني 4 أشهر مثلا، في مكان جنب زبالة وجنب صندوق زبالة وجنب ما اعرفش ايه، يعني صوت طفلة رضيعة بتصرخ. الطفلة الرضيعة قربوا منها فوجدوا بنت عندها مفيش 4 أشهر أو 3 أشهر وبتصرخ لأنها متألمة جدا، متألمة جدا، لأن ملفوفة وشبه عارية، إيديها متكسرة ورجليها متكسرة، حاجة كده من هذا القبيل، وبتصرخ عشان حد ينقذها. بالكشف عليها وبالتقصي عن الأمر إيه الحكاية بالظبط، يحدث الآتي: إن إبراهيم بيه محلب قوم الدنيا وأقعدها، وراح جايب الست الأستاذة الدكتورة رئيسة، قولوا معايا، التضامن، وزيرة التضامن الاجتماعي، وإبراهيم بيه محلب قرر علاجها على نفقة الدولة ومراعاتها. وطبعا الحكاية دي يعني نشأة هذه القضية تدل أيضا على وضاعة، يعني الحكاية نفسها وراها سر، وسر وضيع. مين صاحب البنت دي؟ من الأم المسكينة التي أرادت أن تخفيها؟ حكاية وراها حدوتة تتعمل فيلم. المهم إنه اتخذت في مستشفى كان يملكها شركة ضخمة، والشركة الضخمة شركة اشتغلت عشان مصر سنين وسنين، وكان يديرها بعبقرية إبراهيم بيك محلب، وهي شركة وطنية قومية. اشتغلت شغل عالي جدا، اشتغلت شغل كبير جدا، اشتغلت شغل رفع اسم مصر، بنى مؤسسات في دول في أفريقيا، بنى في مؤسسات في دول العربية، تولت في مستشفيات تابعة لهذه القصة، تولت أمورها هذه المستشفى
على نفقة دولة. فطبعا ده امتداد للعطاء والارتباط بين أبناء الشعب وبين الحكومة والشعب. وكنت عايز أقول إن في حاجة هنا، اللهم صل على النبي. كان في موضوع احنا بالنسبة للشهيد يوسف السباعي، استمرارا لهذه الذكرى العطرة، واستمرارا لمسألة العطاء والفداء. شوفوا زي القمر ازاي كان، الله يرحمه. كان كاتب عظيم، وكان كاتب اتعمل له، تحولت قصصه إلى أفلام كثيرة. منها مثلا، منها إيه يا ربي، في رد قلبي، في السائمات، دي من أشهر أعماله. وهو رحمة الله عليه قتل في لارناكا. نزلت الطيارة وتربص بهذه الطائرة. هو نزل بالطيارة هو مجموعة من المصريين، لأن حدث على ما أذكر كان الرئيس السادات كان عايز يخطف مجموعة من الذين اعتدوا على مصر. فيوسف كان نازل في البداية، ضربوا بالنار واتخرمت الطيارة بالرصاص. المهم بقول لكم انتوا بخير، ومصر بخير، ومصر يقف على رأسها مقاتل عظيم شرس قوي عادل اسمه الرئيس عبد الفتاح السيسي. ندعو له بالسداد وبالتوفيق، ونقول اللي قالوا عن المصريين انهم يفتتوا الوحدة الوطنية. ما يفتتوش وحدة وطنية ولا حاجة، دول كذابين، دول كذابين. لا أبدا، ما فيش تفتيت وحدة وطنية ولا حاجة. الأقباط اللي انتوا عاوزين تموتوهم احنا بنحبهم، واحنا ما احناش أقباط، احنا مصريين، وقلنا 300 مرة كلنا مصريين. وراح عبد الفتاح السيسي في العيد الكبير يزور ويطمن عليهم ويشاركهم ويبارك لهم بالعيد. لازم تعرفوا يا مسلمين ان الأقباط بيصوموا معظم السنة، معظم السنة. احنا بنصوم شهر. ولا تجدن، افتكروا الحكاية دي عشان اقفل بيها، ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك أن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون على الله. ده القرآن الكريم، فما حدش يجيني ويخترع قرآنا غير القرآن ومحبة غير المحبة. الرسالة وصلت، وشكرا. الشباب يسمع الكلام ده ويفتح المصحف، الشباب يسمع كلام الكبار ويشوف تصرفاتهم ايه. الشباب يحافظ على نفسه من انه ياخد فلوس ملوثة ويفجر بها ويفعل ما لا يفعله ولا الحيوانات. ربنا يرعاكم ويرعى مصر. معايا ضيوفي النهارده سيف افندي. اسمك سيف؟ طب اقعد، اقعد يا سيف. ايوه كده. انت عندك كام سنه يا سيف؟ 6. ايه؟ 6. 6 ايه؟ 6 سنين. طيب امتى يبقى عندك 6 سنين؟
دلوقتي؟ ليه انت مش عندك عيد ميلاد؟ 7. ها؟ 7. امتى؟ النهارده عيد ميلادك؟ تعال هات بوس. مبروك يا سيف، سقفوا لسيف. ايه يا سيف؟ نقول لك يلا حالا بالا. يلا. طيب احنا هنقولها لك مرة تانية بس عشان الظروف اللي احنا فيها. لكن انت كنت هتعمل ايه؟ تغني غنوة وطنية؟ تغني تقول ايه؟ علمونا في مدرستنا. ايه؟ علمونا في مدرستنا. طيب يلا قرب الميكروفون. وسيف بيحب مصر وابوه سماه سيف لانه هيطلع ضابط عظيم زي الرئيس عبد الفتاح السيسي. مش كده؟ صح. طب اتفضل. علمونا في مدرستنا ازاي نحبها، نخاف عليها طول حياتنا ونحمي أرضها. فهمنا يعني ايه بلاد، تحية العالم بلاد، لا تحبي وفؤادي ونشيل اسم اللي هنحافظ عليه، نحمي مستقبلنا فيه، هنعلى عليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. علمونا اللي احنا واحد، كلنا مصريين، احنا لينا رب واحد، مهما اختلف الدين هنحب بعض مهما يجري، واللي عنده فينا فكر البلد تبقى بكرة من اسم مصر اللي هنحافظ عليها، نحمي مستقبلنا فيه، هنعليها ونعلى بيها ونشيل اسم مصر. خلاص كله سقف. كلهم مبسوطين منك ويقولوا ان صوتك جميل. هتقول لنا حاجة تانية؟ طيب متشكرين. نروح للوحش بقى بتاعنا. ايه رأيك يا وحش؟ ايه رأيك؟ ايه رأي حضرتك؟ وحش بالمعنى الجميل. وحش يعني قوي يخلص الماتش اللي قدامه. وبعدين انت عارف يا جميل ان الفن احد اساليب الحرب. في سنة 40 في الحرب العالمية الثانية كان جوبلز وزير اعلام هتلر كان بيستخدم الغناء والاغاني الوطنية في شحذ همم الابطال المقاتلين الالمان. احنا في فترة استخدمنا صوت ام كلثوم وعملنا لها محطة، لان ام كلثوم قوة ضاربة استطاعت ان تؤثر بالايجاب على العالم العربي. العالم العربي كان بيجتمع يختلف، يحصل خلافات بين العالم العربي، لكنه يجتمع على شيء واحد هو ام كلثوم. فاسمح لنا نستخدمك في هذه الحرب الناعمة القوية، وخلينا نسمع صوتك في اهو ده اللي صار، وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليه، بتاعة الشيخ سيد درويش، اللحن العظيم، احد الحان سنة 19. اتفضلي يا نجوى. نجوى حيدر. اهو ده اللي صار، وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا. اهو ده اللي صار، وادي اللي كان ملكش حق تلوم عليا.
مش بدنا، قولي عن أشياء تفيدنا وبعدها ألوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. وبدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي يومني جايد. وبدل ما يشمت فينا حاسد، ايدك في ايدي يومني جايد. وخلي بالك من الحبايب دول انصار القضية. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. مصري يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب. مصري يا أم العجايب، شعبك أصيل والخصم عايب. خلي بالك من الحبايب دول أنصار القضية. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. أهو ده اللي صار وادي اللي كان، ملكش حق ملكش حق تلوم عليا. برافو 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 يا نجوى. برافو يا نجوى، برافو يا فرقة. ايه الحال؟ هسألكوا السؤال المسابقة مرة تانية. من هو الكاتب اللي تحولت كتبه إلى أفلام سينمائية؟ وما هي الأفلام أسماء ما هي أسماء الكتب؟ الرد على الحلقة الجاية. طيب، عاوزين نسمع حاجة للفنان عمر خيرت، تعزفوها لنا. عارفين انا اخترت ليه اللحن بتاع عمر؟ لانه لحن حزين وفي تاتش كبير دراماتيك وتعبير عن ملامح العاطفة الجياشة العميقة في المقامات والسلالم المصرية اللي ما فيهاش ربع تون. اتفضلوا.
في المارشات العسكرية لما حصل انه احنا مشينا ورا صناديق المتوفين الشهداء في حركة عسكرية وإيقاعات. فمفيش نهايته، مفيش إيقاع عيب وإيقاع جاد وإيقاع لا، يعني دي من الإيقاعات الجادة لأنها واحد كبير. عاوزين يا ترى علمونا في مدرستنا، علمونا في مدرستنا المقطوعة دي، مين يقدر يقولها لي؟ طيب مين يقدر يقول لي وقف الخلق؟ أعتقد نجوى. لا مش انا. امال مين يا نجوى؟ مين يا نجوى يستطيع انه يقول وقف الخلق للحافظ ابراهيم ولحن رياض السنباطي؟ مين يقوله؟ طيب الفرقة الموسيقية تقوله. الأذان، نرفع الأذان وكونوا معنا. وقف الخلق ينظرون جميعا كيف أبني قواعد المجد وحدي، وبناة الأهرام في سالف الدهر كفوني الكلام عند التحدي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق، أنا تاج العلاء في مفرق في نص الشرق، الشرق والغرب وسوريا ولبنان والعالم العربي و قولوا معايا المغرب العربي. أنا تاج العلاء في مفرق الشرق ودراته فرائد عقدي. العقد اللي بيتشكل منه الشرق، الدرات بتاعته عبارة عن كل درة هي مركز العقد، يعني العقد بيبقى فيه مركز درة هامة جدا وكبيرة. أنا كل درة عندي هي الكبيرة بتاعت أي عقد. وطبعا ده حافظ إبراهيم وده لحن رياض السنباطي العظيم وغناء أم كلثوم. مين هيغني لنا دي؟ احنا فرقة موسيقية بقى هنعزفها. ها؟ كمقطوعة موسيقية يعني. طيب اتفضل.
طيب تعالوا نقول عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة. نيلك ده سكر وجوك معطر وقمرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر، عظيمة يا مصر يا أرض النعم. اتفضلوا. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر دموك معكر نورك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أرض الجوامع أرض الكنايس أرض الجناين أرض المزارع. أرض الجوامع أرض الكنايس أرض الجناين أرض المزارع. أرض المداين أرض المصانع. عشت يا مصر يا أم الهرم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة يا بحر الكرم. نيلك ده سكر جوك معطر بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور. إلهي يسونك يا أرض العبور ويملى ربوعك محبة ونور. ونزرع في ظلك خمايل زهور شعبة محبة ومغنى وبنغم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم. عظيمة يا مصر يا أرض النعم يا مهد الحضارة. بدرك منور بين الأمم. عظيمة يا مصر عظيمة يا مصر يا أرض النعم. أحسنت، بس خرجت عن التوناليتي في الآخر. معلش خد بالك. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص. اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتاكل والغيرنا ما نحتاج. يا رب بلدي وحبايبي والمجتمع والناس اجعلني شمعة تنور بالحب والإخلاص. اجعلني دفعة قوية في عجلة الإنتاج لإخواتي تلبس وتاكل. لإخواتي تلبس وتاكل واللي غيرنا ما نحتاج.
تفرح وتبقى فدادين سنابل تحضن فروعها الأيادي وتبوس جذورها المناجل. اجعلني حبة تفرح وتبقى فدادين سنابل تحضن فروعها الأيادي وتبوس جذورها المناجل. وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار. وابدر على الناس محبة وبسمة في كل دار. وإن مت اجعلني طوبة يعلو بيها جدار.